الحقيقة أنا زمان كنت أعرف نوع حجاب واحد اللي هو عادي، يعني تلبسي طرحة ورقبتك متغطية دراعك متغطي عادي، يعني الطبيعي بتاع اللي احنا عارفينه. لكن ظهرت أنواع جديدة من الحجاب، يعني بقوا بيلبسوا حاجة كده على دماغهم مش عاملة زي بتاعت الشغالات اللي هما بينضفوا. مش عارف ده كيس مخدة ولا ايه، بتاع كده اسمها تربون باين. غريبة والله، ورقبتها باينة عادي، يعني مفيش مشكلة. احنا زي اخوات كلنا مع بعضنا. وفي حجاب تاني، نوع حجاب تاني اللي هو حجاب النص كم. دلوقتي هي لابسه حجاب بس لابسه نص كم عشان الحر، يعني هنموت من الحر. هنموت من الحر يعني، ولا نسمع كلام ربنا؟ لا طبعا نموت من الحر. وفي بقى نوع الحجاب الجميل جدا اسمه حجاب الابليكيشن. حجاب الابليكيشن ده لو البنت تبقى محجبه على فيسبوك وببيكيني على انستجرام. عادي انستجرام ما بيدخلش النار، لكن فيسبوك حرام. ازاي الناس تشوفني تسرق صوري على فيسبوك على اساس مفيش سكرين شوت مثلا؟ مفيش سكرين شوت على الانستجرام يعني. عليا مصرية طبعا كلنا عارفين. وده يعني انا بسميه ادعاء. ده زي الادعاء اللي هو ما كنت تروح انت وابوك وعيلتك والدتك وكده، تروحوا مثلا ايه تتغدوا بره في مكان نضيف، فتيجي انت تعطش من الاكل، تيجي تفتح ازازة المايه بعدها تحط ايدك على كده ابوك ولا نزل ايدك، بقول لك نزل ايدك، اوعى تفتحها. فتقول له ليه يا بابا في ايه؟ يقول لك بيبيعوها اغلى من بره ب7 جنيه، مع ان هو ممكن يبقى واكل ب8000 جنيه، يعني ممكن يبقى طالب اكل ب8000 جنيه بس ما يدفعش حق ازازه المايه، ما يفتحهاش. لا طلعها وليا المايه لابنك، احنا مش حاطين ازازه مايه في الشنطه ولا ايه؟ ليه الادعاء يعني؟ خليك كده فريش. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وسيب 5 جنيه فكه في الكومنتات يعني.